أحد الصحابة إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هنا ندرك مدى أهمية الأم في الحياة. الأم هي أجمل شخص وصاحبة أجمل قلب لأبنائها، لذلك لا تحاول كثيرا، لأنه مهما حاولت في مشارق الأرض ومغاربها لن تجد شخص يحبك كحب أمك. الأم لا تحبك لأجل شيء، بل لأنك قرة عينها. الأم يكفيها من الدنيا عناء الحمل والولادة، فإياك وعقوقها. الأم سهرت الليالي لأجلك وأجاعت نفسها لكي تشبعك أنت، فلذلك أحسن لها، فإن الفلاح في ذلك والله. إن كانت أمك الآن بجانبك فلا تخجل بأن تقبل أقدامها وتطلب منها الرضا، فإن في رضاها الخير الكثير والرزق الوفير. فإياك والتقصير في حق أمك إن كنت تطلب الرضا والتوفيق والنجاح الدائم في حياتك. اللهم احفظ أمهاتنا وأمهات جميع المسلمين.